من أول لحظة وصل فيها صلاح إلى ليفربول وهو بيتطور من موسم إلى موسم، بيقدم أشياء جديدة، وكان دايما بيفكر في زيادة دوره وطالت عمره في الملاعب تحت قيادة يورجن كلوب. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش تصلي على النبي واشترك لي في القناة وفعل الجرس ليصلك كل محمد صلاح بدأ كجناح وقدر يتقن دور المهاجم، تحسن بالضربات الرأسية وتحسن في القدم الضعيفة، وفي الموسم الماضي تحسن دوره كتير كصانع ألعاب، بل تم اختياره أفضل صانع ألعاب في الفريق. والناس هذا الموسم بيتكلموا كتير عن دور صلاح في التمريرات الحاسمة في الأوقات الصعبة بالتمريرات المفتاحية، وبيقولوا أن هذا تغيير مهم. ولكن التطور الأهم في مسيرة صلاح مع ليفربول هذا الموسم ملوش علاقة بس بالدور في الصناعة أو التمرير، بل التغيير الأهم إن محمد صلاح بيلعب دور ما كانش معتاد منه في ليفربول إلا وهو دور القيادة، وهو الشيء اللي أشار إليه أولييت بعد هدف الفوز على كريستال بالاس لما طلع يتكلم وقال إن صلاح بالنسبة لي بمثابة القدوة. صلاح دايما بيوجهني وينصحني، واللي ما بيعرف بالماضي صلاح أول ما بدأ أولييت يلعب مع الفريق الأول نصح ينتبه للأكل، يقلل خبز ويزيد فواكه ويتدرب بجد. فالتغيير اللي بيعمله محمد صلاح هذا الموسم من نجم وهداف وحاسم إلى نجم وهداف وحاسم وقائد هو تغيير مهم وليه أسبابه. السبب الأول ربما شعور الجميع إن صلاح يعيش الموسم الأخير مع ليفربول، وبالتالي صلاح يريد يترك بصمة شاملة كاملة. أنا كنت هداف، كنت صاحب أرقام قياسية، حصدت ألقاب، حسمت مباريات، وسيذكرني الناس إني كنت قائد. ممكن البعض يجي يقول في أول الموسم ما كانش قائد، هقول لك الناس بتتذكر النهايات. أيضا أصبح في ظروف أجبرت صلاح على التقدم، خروج هندرسون، فيرمينيو، ماني، ميلينار، أصبح في فراغ قيادة في ليفربول. ربما فان دايك يتقدم بأنه يقول أنا القائد، لكن محمد صلاح كان لازم هو يتقدم أيضا، لأنه هو أحد أركان المجد اللي تحقق مع فان دايك والسلاسل الهجومي، فكان لازم يتقدم ويقول أنا القائد أيضا. وما ننسى أن محمد صلاح أساسا من أقدم اللاعبين الموجودين في ليفربول حاليا، وهو أقدم من الكابتن نفسه فان دايك. وصلاح لما شاف الشباب الصغيرين اللي حوله اللي كتروا في الفريق ربما تذكر نفسه وهو شاب وملقيش القيادة الصح في تشيلسي في فترة من الفترات بالنسبة لي شخصيا، فقرر يتقدم ويكون قائد في ليفربول. أيضا كان في تصريح واضح من يورجن كلوب ومساعده ليندر طلبوا صلاح بالتقدم للقيادة بشكل غير مباشر، لما اتكلم بأنه يقدر يلعب دور القائد حتى لو ما كانش معاه إشارة القيادة. يورجن كلوب وصف وقتها بالقائد بالفطرة، وليندر اتكلم عنه وقال إن اللاعب محترف بشكل مطلق. أيضا ربما يكون يورجن كلوب أدرك إن جميع اللاعبين في ليفربول بيحبوا صلاح وحابين يكونوا قريبين منه، وبالتالي طالبوا بهذا الدور، وصلاح استجاب لأنه حابب يعطي ليفربول شيء من اللي أعطوه إياه، واللي بيأكد إن صلاح بيشعر دائما بالمثالية كقائد هذه الأيام. توقيت تمريراته الحاسمة أمام نيوكاسل، أمام مان سيتي وغيرهم كتير من المباريات، اللاعب بيحافظ على تركيزه لآخر لحظة، وبيشعر إن دوره كبير بحمل الفريق هذا الموسم. هو عارف إن العيون عليه أكتر من غيره. ظهور صلاح بهذا التركيز في الدقائق الأخيرة انعكاس مهم لقوة شخصيته اللي هتكون أمام اختبار كبير في أفريقيا، لأن صلاح من بعد التأهل لكأس العالم شوية دوليا مسيرته مش زي مسيرته مع ليفربول. ربما صلاح هيكون في اختبار وانتظار مننا كمصريين، يقود مصر بشكل كبير في أفريقيا، يتألق ويقود ويظهر كلاعب حاسم زي اللي بنشوفه في ليفربول، طبعا مع التقدير وفارق الجودة وواضح بين الطرفين. أيضا صلاح ربما لا سمح الله لو أخفق في أفريقيا هيكون أمام اختبار، لأنه هيكون حزين جدا، هيرجع ربما يكون متأثر نفسيا بهذا الغياب، فبالتالي هيكون اختبار لمرة تانية لقوة شخصيته وقدرته لقيادة ليفربول كنادي بعيد عن تجربته الدولية اللي محتاجة لمسة تاريخية في أفريقيا.
عشان تكمل مسيرته كلاعب كرة قدم. وهنا انتهى الفيديو. كان معاكم حسن الصياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.